النهارده هنعمل انبوكسنج لاكبر اوردر عملناه لحاجات اسيويه وغير اسيويه، وهنوريكم هنعمل بيها ايه. يلا بينا. مين هيبدا؟ اكيد انا، اكيد انا. اوكي خليه هنا كده. اللي هنا هوريكم جبنا ايه. سناكس كتير. كل شاف وصفه الموتشي ده دقيق الرز اللي احنا عملنا بيه الموتشي معاكم، بس ده بقى كيلو. لقيت عبوه كيلو جلوتينس رايس فلاور، هو جامد يعني جدا. حبيته. لقيت بقى منه حاجه اكسايتد قوي ان انا اجربها واجربها معاكم اول مره، ومش عارفه اعمل بيها ايه. قولوا لي انتوا ممكن اعمل بيها ايه يعني، او لو حابه تدوروا، او لو حد عارف في الايجن يقول لي. لقيت نفس دقيق الرز اللزج بس لونه اسود، فانا مش عارفه هو حتى مرسوم عليه هنا كده. هو مكتوب عليه انا ماسكاه بالمشقلب. بلاك جلوتينس رايس بولز ان جينجر سيرب. ف ما عنديش اي فكره بصراحه ده ممكن يتعمل بيه ايه، بس يعني هي لو حد يعرف يقول لنا. انا جبته. بس هو مش اسود ده لونه جراي. ايه ده؟ انا كنت فاكره ان الباك هي اهو. هتشوفوه، اكيد هتشوفوه. يعني هنعمل بيه حاجه هنستخدمه اكيد. جبت نوعين من سناك النوري، واحد بالكيمشي واحد بالاوليف اويل، برضو هنجربه معاكم. مارشميلوز. المارشميلو ده حلو قوي علشان خاطر بيبقى محشي كده زي سيرب كده، او اسمه ايه. انا ما اعرفش انت جايبه مارشميلو. عشان دودو بيحب مارشميلو قوي. وجبت مرقه بتاعه كال نورت، دي حلوه جدا جدا وفي نفس الوقت مش مقاطعه، فدي ممتازه. ما لقيتش غير بتاعه البقر عشان كده ما جبتش غيرها. لا ده صعب. ايوه. ثواني. احنا بنفتح البوكس ده معاكم، فانا ما اعرفش الحاجات عامله ازاي. ده وسابي بيست، بيبقى كده في باكس، دول 10 مع بعض عشان تستخدموهم لمره واحده وانتوا بتاكلوا سوشي او حاجه. ادعوا لنا كده نعمل سوشي ان شاء الله مع بعض. هنعمل سوشي مع بعض. نعمل سوشي. يلا ايه بينا. المشكله؟ في حاجه تاني في البوكس؟ خلاص كده خلصنا اول بوكس. أوكي. دي باكس من الموقع اللي هو زمرة فود. تك. ده بقى ده في حاجات، بعد اذنك في حاجات. نعمل حاجه ما عملناش قبل نبدل. كده. مش مرتاح هنا خالص. مش عارفه، انا عايز أنا ارجع متعودة أبقى مكاني. هناك. 1 second later. دي نودلز كوري من غير الباكتس بتاعت الفليفرز دي، فيها 10 عشان بقى نبقى نبدع احنا في صوص النودلز. أي نعم. بدل ما نستخدم الجاهز. بالظبط. بس اشتريها من زمان والله. هنا بقى في توفير وصفة بتتعمل في 3 ساعات، صح؟ بجد يعني حاجة وهمية، حاجة احنا يعني أول مرة عملناها ما حبيناهاش قوي، وبعد كده بقينا مدمنين في لسبب إدمان. ما مش فاهم ليه. تفتكروا دي ايه؟ اكتبوا كده في الكومنتس لحد ما افتحها، عشان هما بصراحة لفينها لفة كويسة. بحب الناس اللي بتتعلم من أخطائها. الاوردر ده اتعذبنا علشان يوصل لنا، بس يعني هو السبب صراحة شركة الشحن، مش الشركة اللي احنا، مش الموقع اللي احنا جايبين منه. بس وصل الحمد لله، يعني الدنيا اتحلت ووصل. بصراحة هما حلوا الموضوع. هحكي لكم قصة في ستوريز. شركة الشحن سيئة. هو ايه، هما اتعلموا زيادة عن اللزوم. اديني بقى. بوبا بيرلز كيلو. بس الحلاوة. نشرب بقى براحتنا. هنعمل مع بعض شوية مشروبات بالبوبة مش متخيلين. حبيت البتاع دي قوي. جبنا 5 انواع نودلز كوري ب5 حرارات. 5 درجات حرارة. اي نعم. صح. انا مش عارف مين ما بيحبش البتاعة دي، بس دي برضو من الحاجات الادمان. ادمان. انا يعني ال2 اكس دي كلتها قبل كده وكنت بموت، فاحنا جبنا 3 اكس بقى عشان نشوف اخرتها ايه، فدي هنجربها معاكم. بنفكر في تشالنج.
قولوا لنا نعمل ايه يعني، لو عايزينها نجربهم كلهم مره واحده ونقول لكم الفرق ما بين الاطعم بتاعتهم والحرارات برضو. بصي هو التشالنج دي انت مش تقدري. لا انا بصراحه انا واحده، انا ست صحتي على انت قدي اخرك هتدوقي كده عندي عيال. وربنا يستر. غالبا انا هاكل 5 نودلز حراقين. ادعوا لي بقى يا جماعه. جبت صلصه والله يا جماعه، لقيت عرض، لقيت عليها عرض حلو قوي فجبت صلصه بتاعه جاردينو دي من احسن انواع الصلصه، من اجود انواع العسل. دي ملهاش علاقه باي حاجه. دي مالهاش علاقه بالاسيوي يعني قوي، بس كان عليها عرض. كان عليها اوفر فجبتها. يا جماعه ده مش اعلان لزمره، دي مشروبات غازيه لقيناها على الموقع قلنا نجربها معاكم. خليهم كده مقفولين، هنحطهم في التلاجة. متفتحش، نحطها في التلاجة وهنجربها معاكم. دي كده كل الحاجات اللي احنا جبناها من على الموقع. قولوا لنا في التعليقات حابين نبدأ بايه.